تخيل معايا كده موتزاريلا ستيكس بس حجم كبير متغرقه في الناشفيل صوص وكمان معاها صوص رانش، بجد حاجه خيال. السناك دي طالعه ترند جدا ومشهوره جدا بره، فيلا بينا نعملها ونستمتع بطعمها الرائع. مقرمشه وسخنه وفيها لسعه حرقيه كده مع تسكيره تحفه. هنبتدي الاول بالجبنه، هنجيب قالب جبنه موتزاريلا ونبدا ان احنا نقطعه لشرايح سمكها مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي. بعدين هنحضر البقسماط، هنجيب بقسماط عادي نضيف عليه ملح وفلفل اسود، بودره بصل وبودره ثوم، واخر حاجه اوريجانو او زعتر بري. ميكس ده كله كده بقى الكوت جاهز. في الطبق التاني هعمل ايج ووش، وهي عباره عن بيضه وشويه ميه صغيرين ونقلب كله مع بعضه. نجيب الجبنه بقى ننزلها في الايج ووش، بعد كده ننزلها في البقسماط وغطوها كويس قوي بالبقسماط. بعد كده هناخدها في البيض تاني، بعد كده نرجعها في البقسماط تاني. هناخدها نحطها في الفريزر نجمدها لمدة ساعة لحد لما تمسك نفسها عشان نعرف نقليها. في الوقت ده هنحضر الناشفيل صوص، وهو عبارة عن زبدة، شوية شطة، شوية بابريكا، وكمان بودرة ثوم، فلفل اسود وسكر. هنحطهم كلهم في الميكرويف مع بعض لحد لما يسيحوا بالشكل دوت. بعدين نبدأ ان احنا نقلي الموتزاريلا ستيكس، او زي ما انتم شايفين هنا موتزاريلا بارز. زيت غزير بقى، وتأكدوا ان هو سخن جدا علشان اول ما تنزلوا الموتزاريلا بارز تتقلي كويس قوي، وعلشان تمنعوا ان هي تسيح في قلب الزيت. اول ما لونها يبقى ذهبي كده هطلعها ادهنها بسرعه بالناشفيل صوص، هرش عليها شويه بقدونس، واستمتعوا باحلى موتزاريلا بارز هتدوقوها مع الرانش صوص. بجد طعمها تحفة وإدمان، لازم تجربوها. اعملوها كأبيتايزر جنب الأكل وعرفوني رأيكم ايه في الكومنتس. ما تنسوش بقى اللايك والفولو.